اهلا بيكم في قناة انا وطفلي. لو ابنك بيغير من اخوه زيادة عن اللزوم فحب اطمنك ان ابنك مش وحش ولا عنيف. ايه الحقيقة ان ابنك خايف يتحب اقل، خايف يتنسي، خايف حد ياخد مكانه. والغيرة بين الاخوات مش مشكلة تربية، دي رسالة بس احنا ساعات بنسمعها غلط. خلينا نكون صراحة، مفيش بيت في الدنيا ما فيهوش غيرة بين الاخوات، حتى انجح الناس واهدى البيوت واحن الاهالي. الفرق مش في وجود الغيرة، الفرق في احنا بنتعامل معاها ازاي. الطفل ما اتولدش يعرف يشارك ولا يفهم ان الحب مش بيخلص ولا يستوعب ان اهتمام الام بيتقسم، هو بس حاسس ان الدنيا اللي كانت ليه لوحده اتغيرت. طيب ايه اللي بيحصل جوه دماغ الطفل؟ خلينا نفهم المشهد من عينه. هو كان بيصحى يلاقي امه ليه، كان بيعيط فتجري عليه، كان محور البيت. وفجأة يجي طفل جديد، حضن أقل ووقت أقل وتركيز أقل. حتى لو الأم والأب مش قاصدين ده، دماغ الطفل بيفسره كده: أنا ما بقتش مهم زي الأول. ومن هنا بتبدأ الغيرة. وخمس أخطاء بنعملها من غير ما ناخد بالنا، إن إحنا نقول للطفل أنت كبير استحمل. الطفل هنا بيسمعها إنك مش مسموح ليك تزعل، أو نقول له إن أخوك صغير. الرسالة اللي بيفهمها إن أخوك أولى منك. كمان المقارنات حتى لو الإيجابي، أخوك أهدى منك مثلا، دي بتكسر مشاعر مش بتصلح سلوك. رابع حاجة، تحميل الطفل مسؤولية أخوه، زي إن إحنا نقول له خد بالك من أخوك. طب وهو مين ياخد باله منه؟ خامس حاجة، تجاهل مشاعره. كبر دماغك، ده كلام فاضي. لا، ده مش كلام فاضي، ده كلام بيوجعه. طيب الغيرة دي بقى لو ما اتعالجتش ايه اللي بيحصل؟ الإحساس ده لو اتساب، الطفل بيضرب وبيكره وبيأذي، أو العكس ممكن ينسحب أو يبقى صامت أو عنده غيرة مكتومة. وأخطر حاجة إن الطفل يكبر وهو حاسس إن الحب لازم يتنافس عليه. طيب إمتى الغيرة بقى تتحول لحب فعلا؟ الغيرة تتحول لحب لما الطفل يحس إن ليه مكان ثابت، يحس إن حبه مش مهدد، يحس إن وجود أخوه مش خطر عليه. وده ما يكونش بالكلام، يكون بالأفعال. طيب نصلح الغيرة ازاي بقى؟ لازم نحدد وقت خاص مهما كان قصير، 10 دقايق، ربع ساعة، من غير موبايل، من غير اخوه. الطفل محتاج يحس ان هو لسه مهم. تاني حاجة، اعترفي بمشاعره. قولي له انا حاسة انك متضايق وان انا فاهمة غيرتك. وما تقوليش ابدا ان ده عيب او كده غلط. الاعتراف مش موافقة، ده احتواء. تالت حاجة، بلاش مقارنات خالص، ولا شاطر ولا اهدى ولا اذكى، كل مقارنة بتساوي نار. رابع حاجة، خليه يشاركك مش تحملي عليه، يعني اطلبي منه تحب تساعدني، مش انت اللي مسؤول عنه. هنا في فرق كبير. خامس حاجة، مدح العلاقة مش الاشخاص، يعني لازم نقول عجبني ازاي لعبتوا سوا، او فرحت قوي لما شفتك حنين عليه. ده بيخلي الحب مش بالمنافسة. وفي النهاية لازم تفهموا ان الغيرة مش دليل فشل تربية، ده دليل ان الطفل بيحب وخايف ومحتاج امان. واحنا دورنا مش نمنع الاحساس، لكن نوجهه صح. احنا ما نقدرش نمنع الغيرة، بس نقدر نمنع ان هي تكبر غلط. الغيرة لو اتفهمت بتتحول لحب، ولو اتثابت بتتحول لوجع. وبايدينا دلوقتي يا نكسر العلاقة يا نبنيها. ولو الفيديو لمس حاجة جواكم، ابعتوه لكل ام او اب عندهم اكتر من طفل، يمكن يفرق في بيت كامل. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.